السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بصوا يا جماعة، أنا هعمل إيه؟ كريم جانتيه. تمام. كوبايتين كريم جانتيه من دي. تمام. وحاطط لها كوباية حليب مجمد، اللي مش مجمد، متلج، يعني عامل حتت إيه تلج كده. تمام. وحطيت باكو فانيليا، وهنا إيه كله عايرته بالكوباية دي. تمام. علشان ايه ما يبقاش عندنا ايه مواعين كتير، وهي مش حفله مواعين، احنا طول النهار ايه بنغسل مواعين. تمام. هنا بقى السر، انا جايباه من الحلواني يا جماعه نفسه. السر في المعلقه دي اللي هي ايه كريم جانتي إيه معلقه القشطه. إيه، عندك القشطه وش الحليب، عندك ما عندكيش جيبيها معلبه زي ما انا ما جايبه كده واعمليها. نسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول ايه نبدا ايه كده بالراحه عشان ايه ما يطيرش ايه في لو محلة، لو جايباه مش محلة هتحطي ايه كوباية الكريم جانتيه يا جماعة، بنحط لها كوباية سكر. كوباية سكر ناعم. ما عندكيش كوباية سكر ناعم، ما تعطليش نفسك، حطي جيبي السكر ودوبيه في نص كوباية مية. تمام عشان يدوب معاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كريم جانتيه ده يا جماعة انا جايباه ايه محلى. تمام. بس حطيت له ايه يعني 3 معالق، لان انا مش مكتره ايه سكر في التورتيه اللي انا عاملاها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه السر ده من الحلواني نفسه. بسم الله. هنا بقى ايه هنحط ايه معلقه القشطه ونكمل ايه ده بقى السر اللي هو بقى. وما تنسيش باكو فانيليا، تحطي فيها باكو فانيليا تديها ريحه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما نخليش ايه حاجه حوالينا كده ونكركب الدنيا بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى كريمه هتعملي بيها الحلويات بتاعتك. الصويا بتتحط على الكنافه يا جماعه كمان بتبقى جميله والله. انا هي ايه حاطه ايه كوبايتين. تمام كوبايتين كريم جانتيه. انا بس ايه مهديه السرعه بس عشان ما يعملش ايه دوشه. خالص بقى ايه على السرعه شويه. دي يا جماعه كريمه المظبوطه. انا بقى ايه من الحلواني كده وقايل لي عليها، بقول له يعني بنعمل الكريمه اللي بنجيبها من عندكم بتبقى حلوه في الحلويات. قال لي احنا بنحط فيها قشطه. هو ما بيبخلش على حد بمعلومه بصراحه يعني. وهو عارف ان انا عامله قناه، فبصراحه ما بيقول لي على اي معلومه، عشان بيقول لي ايه برضه الناس تستفيد. تمام. بصوا عامله ازاي الكريمه يا جماعه. بصوا القوام. احلى كريمه حلويات هتعمليها وتبقى متماسكه. حتى لو انت حطيتيها ومسكت الحاجه اللي انت عاملاها الحلويات كده وعملتيها على ايدك هتلاقيها ثابته ما بتتحركش.
ليه؟ بقوام مظبوط. آه، الحليب مظبوط اللي فيها، عاملاه متلج، جبت الكيس اللي هو الحليب، وحطيته في الفريزر. بس مش بتبيتيه في الفريزر، يعني انا جبته الصبح وحطيته، والعصريه ابتدات اشتغل بيه، بحيث ان هو ما يجمدش قوي منك، وبعد كده تفككيه. هو عمل حبيبات تلج كده يعني. تمام. واضربي بقى كده، ما تزهقيش لغايه ما تلاقيها عملت رسومات معاكي كده. انا معديه السرعه خالص برضه عشان محدش يتضايق. وكل سنة وانتم طيبين يا جماعة جميعا، بمناسبة المولد النبوي الشريف. ربنا يعيده علينا وعليكم يا رب بألف خير، اللهم آمين يا رب العالمين. كوبايتين ما شاء الله عملوا قد ايه. هو ده السمك المظبوط يا جماعة، ده اللي بيجيبه في الحلويات الجاهزة بالظبط. اللهم بارك يا رب، ربنا يديمها نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال، اللهم آمين يا رب العالمين. طالما اتخطت معاكي كده تعمل رسومات، فهي كده بسم الله ما شاء الله مظبوطة زي الفل يا جماعة. اللهم بارك. يعني الواحد ما يبخلش بمعلومة. لما سألت الحلواني قال لي لا مش هبخل عليكي، لأن برضو المتابعين يستفادوا. نديها السرعة بس عشان ما يعملش دوشة. شوفوا عاملة ازاي يا جماعة، شايفين الجمال؟ وكل ما بتضربي فيها كل ما بتكتر ما شاء الله، يعني تبارك الرحمن. كل ما تضربي فيها بتكتر معاكي. زيني بيها تورتايه، زيني بيها تحطي على كنافة بتبقى جميلة برضه، وجميلة في القطايف برضه. ساعات تقلي القطايف كده تعمليها قراطيس وتحطي فيها، يا سلام تبقى جميلة والله. الله ما شاء الله تبارك الله، جميلة وزي الفل. شايفة الرسمة عاملة ازاي؟ اعملي دايما كده، اعملي الحاجة في البيت، الحاجة في البيت بتبقى جميلة وضامنة نظافتها. يعني ربنا يرزق الجميع برضو. والمحلات، ما احنا بنجيب ساعات من المحلات برضو. بس الواحد لما بيكون يعني عايز يعمل حاجة حلوة ياكلها بإيده كده بيعمل بصراحة يعني، بتبقى حلوة وجميلة. وما بتعملي حاجة وتطلع من ايدك مظبوطة بتحبيها كده وتحبي تعمليها بعد كده. يلا بألف هنا وشفا اللي هياكل، واترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.